بعض القضايا العالقة في مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمتها تمديد الفترة الانتقالية للرئيس اليمني والقضية الجنوبية. وقد تباينت ردود فعل قوى سياسية بشأن تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي في فبراير من العام المقبل. مجددا الأطراف السياسية في اليمن أمام قضايا عالقة، وهذه المرة تبرز أكثر في احتمال تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى منها 5 شهور تقريبا. لهذا السبب وربما قضايا أخرى بينها قضية الجنوب تأتي زيارة جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد. هناك تحديات، هناك صعوبات، هذا شيء أكيد، هناك اختلافات في وجهات نظر، لكن هناك رغبة صادقة، أكيد هناك رغبة عند اليمنيين، رغبة لإنجاح هذه العملية، عملية النقل السلمي للسلطة، والمجتمع الدولي كذلك. أحزاب اللقاء المشترك التي تتقاسم مع حزب المؤتمر الشعبي العام مقاعد الحكومة ربطت تمديد الفترة الانتقالية بنجاح مؤتمر الحوار الوطني في تحقيق أهدافه. لا يوجد أمامنا كيمنيين إلا الاستمرار في نهج التوافق الذي بدأناه، ولا أعتقد أن المرحلة القادمة تحتمل أي توجه باتجاه التنافس في أي مشهد انتخابي قادم. وحده حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي صالح يبدو معترضا على إطالة الفترة الانتقالية. دخلنا بكيان واحد المؤتمر الشعبي العام وهم دخلوا ب10 كيانات، ليش التمديد؟ ليش بيطالبوا؟ احنا جاهز للانتخابات، نريد انتخابات في وقتها من أجل نخرج الوطن من هذه الأزمة. تمديد الفترة الانتقالية دون حدوث أزمة في البلاد يتطلب ربما موافقة جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، لكن ذلك وحده قد لا يكفي كما يرى مراقبون، وإنما ينبغي أيضا استفتاء الشعب الذي انتخب هادي رئيسا لمدة 2 عام لا أكثر.